انتشر اسم حمزة عبد الكريم زي الصاروخ بعد إعلان انتقاله إلى برشلونة الإسباني، ده بمبلغ 1,250,000 يورو مع 15% نسبة إعادة البيع. وفي الفيديو هنعرف إيه هو السر ورا صفقة حمزة عبد الكريم. تابع الفيديو. قدر حمزة وهو في سن صغير إنه يبان في أكبر البطولات، سواء مع الأهلي بدوري الأبطال أو مع المنتخب بكأس العالم للشباب. وخلال مشاركته مع المنتخب قدر يجيب 12 هدف و6 تمريرات حاسمة في 19 مباراة بس. موهبة حمزة مش بتقف بس عند منطقة الجزاء، لا هو كمان بيقدر يهرب من الرقابة الدفاعية على الأطراف، وكمان بينزل لوسط الملعب لصناعة الفرص لزمايله في الفريق. وهنا يجي دور كشافين برشلونة، قدروا يشوفوا في اللاعب حمزة اللي محدش قدر يشوفه، هو امتلاكه الصفات الكتالونية الخام، واللي يقدروا عن طريقها مع الوقت يطوروها زي ما عملوا مع ميسي ولامين يامال. واللي محدش يعرفه ان برشلونة حاليا شغال على مشروع اكتشاف المواهب من قارة افريقيا تحت قيادة ديكو وجوا امورال، بالإضافة للتنسيق مع هانز فليك بالفريق الأول. ولغاية دلوقتي هم تعاقدوا مع 4 لاعبين من قارة أفريقيا، وحمزة يعتبر الخامس. صفقة حمزة هي أكبر بكتير من إنها تكون صفقة عادية، هي هتكون بوابة للاعبين المصريين للاحتراف. وفي النهاية قول لي رأيك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب.